يا صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني من الفيديو اللي فات. النهارده بقى جاي لكم فيديو جميل قوي. بس قبل ما ابدا الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه ولو لسه مشتركتيش، وتابعيني على صفحه البيت جيال سيما، ويلا تعملي لي بقى لايكات. دولت معايا 10 وحدات من الجلاش. تمام. انا هدهنهم بالسمنه، بس هعملها بقى ايه مايفي. طريقه حلوه وجميله. بس انا الحته ديت نسيت ودهنت الصينيه من جوه. المفروض ان انا احطها من فوق، يعني اقلبها. تمام، مش مهم يعني، ما تاخدوش بالكم في الحته دي. ما تعملهاش زي دلوقتي. جبت اول جلاشه، دهنتها بالسمنه برضو، سمنه وزيت، بس انا عاملاها سمنه بس، سمنه بلد. تمام. دلوقتي 3 وحدات. لما اوصل ل10 بالظبط، نفس القصه ادهنها بالسمنه، فرش السمنه، وهكذا. على فكره انا اول مره اعمله، وانا شفت الوصفه دي على النت وقلت اجربها واقول لكم جميله او حلوه ووحشه كده. ويا رب بقى ايه، ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتكتبوا لي كومنت حلو. وان شاء الله لو الحرف دوت هو اللي بيخلي الفيديو يترفع. وتتابعوني على صفحة البيت جيال السيمو على اليوتيوب، وتشتركوا بقى في القناة. وخلاص انا كده كملتهم 10. وتعالى بقى نقطعها بالسكينة، نقسمها حتتين. تمام. سهلة جدا وجميلة وحلوة قوي وما خدتش وقت. دلوقتي قلبنا الصينية على وشها، او الصاج اللي عندك. الصاج انا قلبته ودهنته سمنة من ورا. وابدا ان انا ارفع بقى الجلاش اللي انا قسمته حتتين واحطه في الفرن. يعني نجيب صاج زيه ونحط من فوقيه كتقالة كده ونحطه في الفرن. خلاص هو خد لون ومش محروق ولا حاجه، هو جميل وزي الفل. تعالوا بقى نسقيه بالشربات. الشربات بارد لسه انا عاملاه. شايفين؟ شايفين الجلاش رقاق. متنسوش بقى تعملوا لايك، ولو لسه مشتركتيش في القناه تشتركي. يلا بقى واعملي تعالوا بقى نعمل اللبن الكاستر. معانا نص كيلو لبن، معانا 3 معالق كاستر، وربع سكر. هنقلبهم بارد وبعدين نحط على البوتاجاز عشان ايه، نغليه كده. خلاص قلبناه على البارد، حطيناه على البوتاجاز زي السيرم بيتعمل. انا ما عملتش كميه كبيره، انا عملت كميه صغيره. كيس جلاش عمل مايفيه بطريقه جميله وحلوه. المايفيه ده غالي، بس احنا بقى عملناه بطريقه الجلاش وجميل جدا. روعه روعه روعه، سهل جدا يعني. عملنا حاجه يعني بتتباع غالية. دلوقتي بقى نفضي الكاستر عشان نسيبه يبرد. تمام. جبنا بقى كيس تلاجة، او عندك استريتش راب تغطيه بالاستريتش راب، او الكيس التلاجة مش هيحصل حاجة عشان ايه ما يتقشرش ويعمل قشور وكده. خلاص انا حطيته في التلاجة برد. دلوقتي بقى اقلبه. بس انت المفروض بقى لما تيجي تعملي كاستر، بدل تعملي 3 معالق كاستر تعملي 4 معالق كاستر. تمام، عشان تبقى الكريمة حلوة وتقيلة وتقلبيها. خلاص يلا بقى. انا ما عنديش الجيش قالك الصرف. انا حطيتها في بوله وقلت ان انا اقسم الحاجه والكسر وادلق. يعني لو عندك قمع الحلواني ماشي حطيه، انا عندي بس انا كسلت اطلعه الصراحه. دلوقتي انا بسوي الكاستر. شايفين الجمال؟ روعه روعه روعه. هنحط بقى الرقاق التاني وهكذا. ما نضغطش عليه عشان ما يتكسرش. هنحط بقى التاني. شايفين من جزء من الكاستر؟ سهل وسريع وجميل وحلو قوي. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتشجعوني ايه، وتقولي لي ايه رايكم في مايفيل اللي انا عاملاه. حطينا بقى الجزء الاخير. خلاص دلوقتي بقى لو عندك مربى مش ماشي، بس انا الصراحه عندي مربى فراوله، بس ما تقولش حاجه. هنحط معلقه ونبدا بقى نساوي المربى دي. لو هي قطعه تشيلي منها القطعه وتصفيها وتاخدي الوش كده، فاهمين؟ وبس ندهنها. معانا بقى صوص الشوكولاته. عملنا مايفيه في البيت بطريقه سهله وسريعه ومش غالي. هو غالي بره، بس احنا عملناه رخيص. خلاص
تعالوا بقى ما نيجي نقطعه. عايزه تقطعيه تجيبي زي سكينه كده مشرشره تحطيها في ميه سخنه والكلام ده، بس انا الصراحه ما قطعتوش بالسكينه، انا قطعته مقص بتاع الاكل. شايفين الجمال؟ ما اتكسرش ولا اي حاجه. شايفين؟ لا وحاجه ايه دي، كانت صينيه فيها تقديم حلويات، انا خدتها ومسحتها وخليتها الصينيه للتقديم. ايه رايكم؟ عندي اطباق وحاجات بس انا كسلت اجيب برضو. شايفين الجمال؟ سهل وقوي. شايفين الطعامة والرقاق؟ شايفين الكاستر؟ متنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتستنوني بقى في الفيديوهات اللي جاية، وتتابعوني بقى على صفحة البيج عيال السيما وعلى اليوتيوب. شايفين؟ تعالوا بقى ناخد قطمة. يعني انا الرجيم بتاعي ده راح في ذمة الله والله، من الحاجات الحلوة اللي انا بعملها. شايفين الجمال؟ متنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتستنوني في الفيديو اللي جاي. مع السلامة، باي باي.